الشعوب لا تقهر، والشعب المغربي عرف الطريق بتاعه، ومش يواجه النظام المخزني، ومش يواجه القمع، ومش يناضل من اجل حقه في العيش، ومش يناضل من اجل حقه في الرزق. اليوم يلزم يعرف الملك بتاع المغرب انه راه الملوك والسلاطين راهم الى زوال، وراه الدكتاتوريات الى زوال، وراه الانظمه الرجعيه الى زوال، وانه الشعوب اللي عملت الثورات راهي مازالت مش تواصل الطريق بتاعها، ومازالت مش تواصل التقدم بتاعها من اجل حريتها ومن اجل حقوقها. يلزمهم يعرفوا انه الشعب المغربي اليوم قاعد يتدرب على الثوره. شوفوا الشعب المغربي فاش قاعد يعمل، قاعد يتحرك في الشارع، قاعد يواجه في قوات البوليس، قاعد يواجه في قوات القمع، وقاعد يقدم في تضحيات، ومازال يزيد يقدم تضحيات اخرى، ومازال ما هواش مش يتراجع. نحن في تونس بدينا الطريق بتاع الثورات، والثورات هذه ما هياش مش تتوقف الى ان تقضي على الدكتاتوريات، والى ان تقضي على الانظمه الرجعيه، والى ان تقضي على الانظمه العميله، الانظمه المتواطئه مع القوى الخارجيه، الانظمه اللي فرطت في السياده الوطنيه بتاع البلدان بتاعها. يلزمهم يعرفوا الحاجه هذه. نحن بدينا الطريق، والطريق مازال مش يتواصل، واليوم الشعب المغربي الشقيق المغربي يواصل في الطريق هذايا، وراهو لا الحكومه بتاع بن كيران ولا الملك بتاع المغرب قادرين باش يواجهوا، وقادرين باش يصمدوا قدام إرادة الشعب المغربي، وقدام إرادة النضال المغربي، وقدام إرادتك الناس هذوكم اللي يحقروا فيهم هما، اللي يبيعوا في الحوت ولا ينصبوا ولا يخدموا ولا يقتحوا ولا هما يوفروا في الثروة، ولا هي الثروة هذه واخذينها هما. الأقلية الحاكمة، الأقلية اللي ما تعمل حتى شيء، الأقلية اللي ما الداء بتاعها كان كيفاش تفك الرزق بتاع الناس. راهو الطريق هذا بدات الثورات، والثورات هذه مش تتواصل، بدات من تونس وبدات مش تتواصل الى ان الشعوب تحقق المطالب بتاعها وتحقق الاراده بتاعها. نحن اليوم جينا للسفاره بتاع المغرب في تونس، نواب كتله الجبهه الشعبيه والمجلس المركزي للجبهه الشعبيه، جينا باش نعبروا على تضامننا المطلق مع الشعب المغربي، وجينا باش نعبروا على تضامننا المطلق مع محسن اللي وقع الطحن بتاعه في الكاميون بتاع الزبله، وباش نقولوا لهم انه راهو زمن الحقره ولا، وزمن الحقره فات، واليوم واجهوا الشعب الهادر التحركات الاحتجاجيه الكبيره. ترى نشوفوا كيفاش بن كيران ينجم يصمد قدام نضالات الشعب المغربي، ونشوفوا كيفاش قوات البوليس وقوات القمع تصمد قدام النضالات بتاع الشعب المغربي، ونشوفوا كيفاش النظام الملكي الرجعي ينجم يصمد قدام النضالات المتناميه اليوم في المغرب، ولا ميزات مش تتواصل. نحن عندنا ثقه في الشعب المغربي، وعندنا ثقه في الجماهير. انا خرجت للشارع، واليوم كل الترسانه القمعيه بتاع النظام المغربي، بتاع النظام الملكي، النظام المخزني في المغرب غير قادره انها تصمد قدام هالنضالات هذه. نحن نعرفوا تاريخ المغرب، نحن نعرفوا تاريخ السجون في المغرب، نحن نعرفوا تصميمات، نحن نعرفوا مهدي بن بركه شنو جرالو وشنو عملوا له، ونحن نعرفوا المقابر الجماعيه اللي جات في المغرب، واليوم يتباهون بالعداله الانتقاليه في المغرب. نحن نعرفوا الناس اللي تفقدت في المغرب، نحن نعرفوا الناس اللي تعذبت في المغرب، والنظام الملكي مازال يواصل في نفس الطريق هذاك، ومازال مقدم على قدام، لكن بقدر ما انه هو يحافظ على مصلحته ويدافع على مصلحته، يدافع على الأقلية الفاسدة، يدافع على الأقلية العميلة، يدافع على
الاسياد الامبرياليين، بقدر ما انه شعبنا والشعب المغربي مش يواصلوا النضال تاعهم لاجل حقوقهم وما هماش مش يتنازلوا ومش يواصلوا طريقهم. والثوره حتما الثوره مش تنتصر، حتما الثوره مش تنتصر. شكرا.